ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. اولا كده، انا ولا دكتوره ولا خبيره تغذيه، انا اختك سهى اللي مجربه زيك وعارفه يعني ايه حمل وولاده. جسم بيتغير، كرش بيدلدل، سمنه وتعب ورسمة جسم بتختفي تماما. عشان كده انا مش جاية النهاردة اقولك على وصفات وكلام كتب، انا جاية اقولك عملت ايه في يومي العادي ومن بيتي عشان الم جسمي واشده من غير تكاليف خالص اصلا. والاهم من كده ان ما حرمتش نفسي من اي حاجة خالص. فاولا كده استعدي للسلسلة الجديدة اللي مطولين فيها مع بعض، وهنسميها خطوة بخطوة هنخس سوا، وهنبدأ تحدي مع بعض ومع نفسنا ان لازم كل واحدة توصل للجسم اللي بتحلم بيه. ومش بس كده، ده هينزل كل يوم على المنتدى الاكل بتاعي اللي انا اكلته النهاردة، وانتوا كمان هتشاركوني اكلكم اللي اكلتوه عشان نتابع بعض وندي بعض افكار جديدة. وبس كده؟ لا طبعا، ده كل خميس من كل اسبوع هينزل برضو بوست على المنتدى هنعرف بعض فيه كلنا احنا خسينا قد ايه، تشجيعا ليا بقى علشان استمر معاكم في السلسلة الجامدة جدا دي. عاوزة لايكات كتير على الفيديو عشان الفيديو يتشاف وستات اكتر تشوفه وتتشجع معانا ونبدأ كلنا سوا مع بعض. فعشان بقى نبدأ سوا مظبوط لازم اقولك انا عملت ايه وجاب معايا نتيجة تحفة جدا من غير ما احس ان انا ماشية على نظام او بعمل دايت او رجيم اصلا، ولا في يوم من الايام حسيت بجوع ولا بحرمان نهائي. فانت كمان لازم هتمشي على اللي انا هقولهولك ده بالظبط عشان توصلي للنحتة او الجسم اللي بتحلمي بيه. طيب يا سهى، اول سر انا جايه اقولهولك، السر ده عليه عامل جامد جدا 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 في انه يخلي بطنك لازقه في ظهرك ووسطك يتنحت ويبان، وهو الشفطه. وانت واقفه تغسلي مواعين ايدك شغاله وبطنك مشفوطه، اي حاجه بتعمليها حرفيا لازم بطنك تكون مشفوطه حتى وانت نايمه. انا عارفه ان في الاول الموضوع ده هيكون صعب، بس مع الوقت هتتعودي جدا، ومن غير ما تتعمدي ان انت تشفطي بطنك هي هتكون مشفوطه لوحدها. اشفطي بطنك لجوه جدا على قد ما تقدري. الحركه دي لوحدها مشد طبيعي لعضلات بطنك اللي ارتخت ودلدلت من بعد الحمل او من بعد الولادة. وعلى فكرة في بنات برضو بتكون كده اصلا من غير ولا حمل ولا ولادة، فانت بالذات لازم تلحقي نفسك بسرعة. طب تعملي ايه لو حسيتي انك مش هتداومي على الموضوع ده طول اليوم وممكن تنسي؟ هقولك البسي مثلا زي توكة في ايدك، اي حاجة ملونة، استك، اي حاجة. كل ما عينك تيجي على التوكة دي او الاستك ده بسرعة تلاقي نفسك شفطتي على طول. اعتبري دايما ان في خيط شادد بطنك من سرتك لحد ظهرك. والله العظيم الحركة دي غيرت شكل بطني 180 درجة من غير ولا تمرينة واحدة. تاني نقطة مهمة جدا انا جاي اكلمك فيها، وهي ان اكل البيت بينحت مش بيتخن، لكن السر هنا في حاجة واحدة بس وهي الترتيب. يعني ايه يا سهى الكلام ده؟ هقولك دلوقتي حالا. مش جايه اقولك كلي مسلوق ولا اكلك يكون مشوي على طول وامنعي النشويات نهائي خالص، لا لا لا، لانك لو عملتي كده هتنزلي ممكن في الشهر من 5 ل7 كيلو، لكن لو سبتي نفسك هترجعيهم في شهرين 3 الضعف. وده غلط غلط تماما وممنوع. وطبعا بيعملوا دكاترة كتير اللي هم دكاترة التخسيس اللي تروحي يوزنوكي وبيديكي ورقة مكتوب فيها نظام، والنظام ده بيكون نظام قاتل حرفيا تمشي عليه، ولازم تروحي للدكتور الشهر اللي بعده وانتي خاسة من 10 ل 15 كيلو. لكن المصيبة اللي ستات وبنات كتير ما تعرفاش ان النظام ده انا ما بشوفهوش نظام دايم، لا انا بشوف النظام تخسيس مؤقت، لكن تكوني عامله حسابك انك لو مشيتي على النظام ده هترجعي تخسي ضعف، ترجعي تتخني ضعف اللي انت خسيتيه. اولا كده لما تيجي تاكلي اي طاقه لازم تعودي نفسك ان طاقتك هتكون بنظام. يعني مثلا انت خلاص فاضلك 10 دقايق وتاكلي،
لازم تشربي مج ميه كبير جدا، عارفه مج الشاي بلبن الكبير قوي او مج النسكافيه الكبير، تمليه كله ميه وتشربيه. ده اساسي جدا. ليه؟ علشان بيملى حيز كبير من المعده. بعد ما شربتي الميه عدى خلاص ال10 دقايق، تدخلي على الطاقه بتاعتك. اي طاقه هتاكليها لازم تبدأي بطبق السلطه. قلت لكم قبل كده في فيديو التخسيس بتاعي اللي فات ان انا عندي علبه السلطه دي اساسي في التلاجة طماطم قليله، لكن حاطه فيها بقى الجرجير، الخيار، الجزر، اي حاجه عندك، الخس، اي حاجه. والطماطم مثلا انا طلعت طبق السلطه بتاعي بروح مقطعه عليه طماطمايه على طول، دي وقتي تتقطع على طول عشان بس السلطه ما تبص منك في التلاجة. باخد طبق السلطه بعصر عليه نص ليمونه، وده ببدأ بيه أكلي. لازم يبقى أول حاجة عملناها شربنا المية، تاني حاجة كلتي السلطة دي اعتبريها كده حتى لو ما بتحبهاش زيي، بس على فكرة والله العظيم فرقت جدا فعلا في صحتي. يعني صدق فعلا أمهاتنا زمان أما كانوا يفضلوا يخصبوا علينا كلي السلطة كلي سلطة، انت ما بتاكليش سلطة ليه؟ والله العظيم هتلاقيها فرقت معاكي بطريقة فظيعة في بشرتك، في ضوافرك، في جلدك. في ترطيب من غير ما تستخدمي اي حاجه، اصلا هتلاقي نفسك جلدك ده مترطب على طول. في صحتك، في شعرك، في رموشك، في حواجبك، كل حاجه. بعد طبق السلطه على طول تدخلي على البروتين بتاعك اللي هو السمك او الفراخ او اللحمه. بعد البروتين تدخلي على طبق الخضار اللي هو مثلا في اي خضار في الاكل اللي انت هتاكليه، كلي بعد البروتين الخضار. مفيش اي مشكله خالص، كده كده انت واخده الخضار بتاعك من طبق السلطه. وفي الاخر خالص بقى بعد كل ده تاكلي الرز او المكرونه او العيش. ده لو قدرتي تاكليهم اصلا. هتاكلي بس هتلاقي نفسك غصب عنك بدل ما بتاكلي طبق قد كده، الطبق ده بقى قد كده، مش قادره تاكلي. ليه؟ لانك بالفعل مليتي المعده بتاعتك. بس كده، هو ده المطلوب، هو ده اللي انا عاوزاه. اعملي كنترول على اكلك. انا عارفه ان ساعات مثلا الواحده تكون جعانه جدا فتدخل هجم قوي، لو في محاشي، في اكل يفتح النفس كده، تدخلي الاول بتقلك على النشويات وتاكلي تاكلي 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 وتخلي البروتين بتاعك في الاخر، والسلطه دي مره موجوده و10 لا. ده غلط جدا جدا، وانا كنت من الناس دي جدا على فكره. انا واحده من الناس اللي بتحب النشويات قوي وبتحب الدهون، يعني اكلي اصلا معظمه نشويات، ويعني السمنه والدهون اللي بحطها في الاكل. لو الاكل مثلا محتاج يتحط معلقه، انا بحط معلقتين وثلاثه. مش هقولك بقى اساسي في اكلك كل يوم انك تعملي لحمه وتعملي فراخ وتعملي سمك، لا، يعني مش كل بيت بيعمل كده كل يوم. بيضتين بس، بيضتين مسلوقين هيسدوا احتياج في يوم ما فيهوش بروتين خالص، وعلى فكره بيشبعوا جدا، ودول اللي بيبنوا العضل اللي هيشد الجلد بتاع بطنك. فطاري المفضل كل يوم الصبح بيضتين مسلوقين، قالب جبنه قريش، وربع رغيف عيش. باخد البيضتين بكسرهم على الجبنه القريش واكلهم، واكل ربع رغيف ده اجباري حتى لو مش قادره. عاوزه تخسي، عاوزه صحتك تبقى احسن، عاوزه بشرتك تبقى منوره، عاوزه تلاقي نفسك بقيتي تعرفي تتنفسي وخفيفه جدا في حركتك زي الفراشه، قللي دهون في اكلك كله. عدو جسم الانسان الاول هي الزيوت المهدرجه. بتستخدمي في اكلك اصلا الزيوت كتير، والسمنه اللي هي العلب المهدرجه كتير جدا، ومش في امكانك تستبدلي السمنه بسمنه بلدي. حتى لو هتستخدمي منها قليل قوي، او تعملي زي كده زي ما انا بعمل، بحوش القشطه بتاعت اللبن كلها 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 وبعمل انا السمنه البلدي في البيت. يبقى تعتمدي اكتر على اكلات الفرن، اللي هو الحاجات المشويه في الفرن او الحاجات المستويه في الفرن، وكمان الحاجات اللي بتتشوح على الطاسه. كل دي حاجات هتكون بنسبة دهون قليلة. وبصراحة ساعدني كتير جدا جدا في الموضوع ده الاير فراير، يعني الله يبارك لها بصراحة. بس خدي بالك، مش حجة برضو، مش هي اللي هتخسسك او هتستني تجيبي الاير فراير عشان تخسي. الاير فراير زيها زي شواية الفرن بالظبط. الفراخ المحمرة بتاعتي كنت بحطها في الاير فراير، الكفتة بشويها في الاير فراير، البرجر بعمله في الاير فراير،
البانيه بحمره في الاير فراير، طبعا فرق شاسع جدا في خفية الحاجة. الاكل بقى خفيف، ما بحسش بعد ما باكل. الحاجات المقلية عامة بتاكليها من هنا تحس بتخمة، من هنا تحس ان انتي مش قادرة، تحس ان انتي حطيتي وتقلتي. مفيش الكلام ده خالص. ما عندكيش الاير فراير يبقى تشتغلي مشويات، وزي ما قلت لك حاجات متشوحة على الطاسة على طول من فوق. اعتمدي في نظامك ده على أنصاص كمياتك، مش أكلات معينة ولا وجبات معينة ولا حاجات تنفعلك وحاجات ما تنفعلكيش ولا نظام معين أبدا. كلي أكل بيتك العادي، كلي كل حاجة، حرفيا كل حاجة، متحرميش نفسك من أي حاجة خالص، بس كلي نص الكمية. مع الترتيب اللي أنا قلتلك عليه هتلاقي نفسك أصلا إجباري بتاكلي نص الكمية. اخر طاقه اللي هي الطاقه التقيله عامه، يعني انا اقصد الطاقه التقيله، اخر ميعاد ليكي في الاكل هو الساعه 7. بعد الساعه 7 جسمنا اصلا بيوقف حرق لوحده. كل اللي بتاكليه انت بعد الساعه 7 ده ما بيتحرقش خالص خالص. فانت بقى بتسهري. وعايزه اقولك برضو على حاجه، تنظيم يومك اصلا عليه عامل جامد جدا برضو في خسسانك. يعني لو انت واحدة من الناس اللي بتسهر قوي وبتصحى على العصر، خسسانك هيكون صعب جدا. عامل اساسي في الخسسان هو تنظيم النوم. المهم غداكي ما يبقاش بعد الساعة 7، اخرك في الاكل الساعة 7. جوعتي بالليل تاكلي اي حاجة من اللي انت ممكن بتفطري بيها، اللي هو مثلا بيضتين او ربع رغيف عيش فيه جبنة، او عندك باتون ساليه، تاكلي طبق سلطه، تاكلي خضار، تاكلي زبادي. بصي اي حاجه خفيفه من الحاجات اللي ممكن انت تفطري بيها الصبح برضو تعشي بيها بالليل عادي يعني. ولا هقولك زبادي بالليمون، ولا هقولك لا ده ينفع في العشاء او ما ينفعش في العشاء خالص. يعني تعملي حسابك ان لازم هيكون ليكي طاقه عشاء بالليل، بس العشاء بتاع بالليل ده يعني يكون معظمه مثلا يا خضار يا فاكهه. كتري بقى خضار وفاكهه، كلي على قد ما تقدري، بس عشان تحسي بالشبع. قلت لكم في الفيديو الاول قبل كده ان كانت اكتر حاجه حرفيا بتسد نفسي، ما بتخلينيش حاسه ان انا جعانه عمال على بطال وعاوزه اكل كتير كتير، هو الشاي الاخضر. الشاي الاخضر كنت بشربه مرتين، مره بعد الفطار ومره بعد الغدا. كنت بجيب الشاي الاخضر بتاع الصيدليه اللي هو شاي رويال، هو ده اللي انا كنت ماشيه عليه كتير. يعني في ناس بتقول ان هو ليه اضرار، بس انا بشربه بقالي زمن، بقالي سنين، وما حسيتش بصراحه باي حاجه منه خالص. لو انت خايفه تستخدميه ممكن تستبدليه بالشاي الاخضر بتاع العطار عادي. في ناس بقى قالت لي يا سهى عشان تسد النفس خالص اشربي قرفه على جنزبيل. يعني بحط في الكوبايه معلقه قرفه عليها معلقه جنزبيل، وبصب الميه المغليه وغطي الكوبايه شويه لغايه ما يندمجوا مع بعض، وبعد كده بعصر نقطتين ليمون. انا مش عارفه اقول ايه للناس اللي قالت لي على المشروب ده، بس حرفيا المشروب ده بيهضم بطريقه فظيعه وبيجوع جدا جدا، فما كانش تجربه حلوه خالص معايا. انا كنت كل ما اشرب كوبايه احس ان انا عايزه اكل واكل اكتر، وكنت بشرب هم قالوا لي اشربي 3 كوبايات في اليوم عادي، يعني قدرتي اكتر من كده ماشي، بس ما سدش النفس، لا هو فتح نفسي. كلي حلويات، كلي كل انواع الحلويات، بس نص الكمية اللي كنت بتاكليها اصلا في الاول، وكمان اختاري الوقت المناسب اللي تاكلي فيه الحلويات دي. يعني مثلا ممكن اخد الحلويات قطعة بعد الفطار او بعد الغدا، بحيث ان انا هبقى عارفة ان انا هشرب بعدها الشاي الاخضر على طول، وكمان هقوم اتحرك. يعني مثلا ما تاكليش الحلويات في وقت انت خلاص داخله تنامي، في وقت انت هتقعدي ترتاحي، لا. عاوزاكي بقى تاخدي بالك من حاجه. بما اننا اتفقنا سوا ان احنا هنقلل نص كميات الاكل اللي احنا بناكلها، يعني هنقلل نشويات كتير، اذا كان رز ولا عيش ولا مكرونه، فهتلاقي نفسك بتحسي شويه ان انت عايزه سكريات، والموضوع ده ممكن يبقى مستمر معاكي، هتحسي ان انت عايزه حاجه مسكره. فالاحساس ده انت تتغلبي عليه بانك تعوضي بميه وفاكهه كتير على قد ما تقدري. خدي بالك ان ساعات اصلا
احساسنا بالجوع او احساسنا ان احنا عايزين سكريات ده بيكون نقص ميه في جسمنا. يعني مش كل مره هتحس انك جعانه او عايزه سكريات ده بيكون احساس صح، لا، بيكون بس جسمك عايز ميه. فانت هنا عشان تعرفي احتياج جسمك فعلا انت جعانه ولا عايزه سكريات، لما تحسي بالاحساس ده اشربي كوبايه ميه كبيره واستني 10 دقايق بس. لو لقيتي الاحساس اختفى من عندك يبقى انت فعلا كنت محتاجه ميه. لقيتي الاحساس ما اختفاش، عندك قطعه حلويات والوقت مناسب ممكن تاكليها، ما عندكيش كلي فاكهه براحتك، كلي فاكهه، خدي سكرياتك من الفاكهه على قد ما تقدري. وممكن برضو تعملي زي ما انا بعمل بالظبط، بجيب شرايح التفاح بحطها في طاسه بحته زبده صغننه خالص، برش عليها رشه قرفه وبعد كده باكلهم. انت هتحسي كانك بتاكلي سينابون بالظبط، وهتحسي ان انت بتاكلي حاجه حلوه، حاجه مسكره. والوجبه دي اصلا بتحرق، قنبله حرق، بتحرق دهون. عاوزه برضه اقول لك معلومه تاخدي بالك منها عشان الناس ما تجيش تعالى لي في الكومنتات بعد كده تقول لي يا سهى انا جسمي بيتصفى، انا بدخل الحمام كتير. في تعنيه، انت من الناس اللي بتاكلي دهون، كانت طاقتك اصلا كبيره جدا في اول ايام استخدامك للشاي الاخضر. هتدخلي الحمام كتير، هتحسي بمغص في بطنك، ده عادي خالص، عادي. هتلاقي الحمام بتاعك اللي هو الستول كأنك عاملة سمنة، كأنه سمنة، ده عادي، دي دهون كلها بتنزل في الأول. أنا افتكر في يوم افتكر كلت كوارع وشربت بعدها الشاي الأخضر، أنا حرفيا ما نمتش في اليوم ده، بطني كانت مموتاني وكل دقيقة أدخل الحمام. فده عادي خالص، تقبلي جدا في الأول وبعد كده مش هتلاقي الإحساس ده أبدا، بالعكس هتلاقي نفسك بعد كده بتشربي الشاي الأخضر بتحسي إنك مرتاحة. كل ده بقى اللي فات ده يكمل بإيه؟ يكمل بحركة، حركة واحدة. أنا مش هقولك انزلي اعملي تمارين، لا، أنا بصراحة ما بنزلش الجيم، وحتى لما بنزل مش بستمر ومش بعمل تمارين. أي يوم تكوني نازلة فيه الشارع تمشي تجيبي طلب خارجة أي حاجة، لازم تكوني وانتي ماشية بتمدي، مدي قوي، مدي على قد ما تقدري تمدي وانتي واخدة نفس وشادة بطنك، بس مش كاتمة نفسك، يعني لا، تنفسي عادي بس وانتي شادة بطنك وشادة ظهرك وبتمدي. المادة دي أصلا هي رياضة اسمها رياضة الهرولة، ابحثي عنها كده، بصي تحفة 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 في شد الجسم كله. مش هقولك بقى الأرداف ولا البطن ولا من أول دراعاتك لغاية رجلك، جسمك كله هيتشد نهائي، وفعلا هتحسي بفرق جامد قوي في جسمك في وقت قليل خالص. انا كنت مداومة عليها كل يوم، بس بصراحة مش كنتش متعمدة ان انا انزل اعمل الهرولة دي، لا، كانت طلبات بيتي. يعني بصراحة كنت بستهبل وافوت طلبين انزل عشانهم بكرة، افوت طلبين تاني انزل عشانهم بعد بكرة، انزل اجيب طلب واحد بس مش مشكلة. وكنت بقى بلف من مكان بعيد، يعني مثلا كان 10 دقايق ربع ساعة مد، والله العظيم. بصي هقولك انا جه عليا وقت انا كان وشي ده دايما بحسه بهتان وبحسه مسود وبحس نفسي تعبانة وبحس نفسي بنهج، كان السواد تحت عيني اوفر. مع النظام اللي انا مشيت عليه ده حسيت ان انا بقيت صحية، يعني جسمي صحي، حسيت ان انا اتخلصت من سموم كانت في جسمي. بصي الحركة دي لو هتعمليها بس لوحدها حتى لو في البيت دي سحر، دي كفاية قوي، ما تعمليش اي حاجة تاني جنبها. ممكن برضو تطلعي السلم وانتي شادة ظهرك، لو الارداف مضايقاكي او فيها ترهل، طلوع السلم وانتي شادة نفسك احسن تمرين للارداف. طيب بصي بقى، وانتي بتتحركي كده في شقتك، لما تيجي تحطي اطباق في المطبقية من فوق، لما تيجي
تحطي هدوم في الدولاب فوق، لما تيجي مثلا تلمعي مكتبة، لما تيجي تزعفي، لما تيجي تنضفي حيطة من فوق، اي حاجة هتلاقي نفسك تمدي فيها ايدك لفوق او دراعك لفوق، شدي نفسك بزيادة، شدي نفسك كلك، شدي دراعاتك قوي، اقفي على طراطيف صوابعك، شدي جسمك كله. الحركة دي بتشد جناب البطن والدراعات جدا. الناس اللي عندها ترهل في اي مكان في جسمها، هتنزلي توطي وتشيلي حاجة من على الارض، بلاش توطي بظهرك، لا انزلي على ركبتك، ولما تيجي تطلعي اطلعي وانتي مشدودة كلك كده، انتي كأنك في الجيم بالظبط. الستات اللي بتمسح شققها بالفتالة، الحركة دي حرفيا كنز، بس لو عملتيها بتركيز وانتي شد عضلات بطنك وشغلتي دراعاتك كده، انتي كأنك بتعملي تمرين بلانك وانتي واقفة. اي حركة هتتحركيها في الشارع او في البيت حاولي تكوني متحكمة في جسمك وشادة جسمك، بلاش يكون جسمك مرخي وسايب. كل ما ترخي جسمك او تسايبيه كل ما هو هيرتخي وهيسيب منك اكتر وهيدلدل ويرهرط ويعمل كل الحاجات اللي انت مش قابلاها. وانت بقى بتعملي كل ده، عندك اي منطقة فيها استريتش ماركس عليكي وعلى تفل القهوة، بعد ما تشربي القهوة بتاعتك خدي التفل بتاعها، حطي عليه معلقة سكر خشن ومعلقة واحدة زيت زيتون، وافركي بحركة دائرية وانت في الحمام. النتيجة في شهر حرفيا هتبهرك. تخيلي معايا كده بطنك في شهر واحد تتشد والعلامات اللي فيها تلاقيها قلت مثلا بنسبة 50%. ده مش سحر والله ولا هو كلام ابدا، دي حاجات انا مجرباها. هاتي من عند العطار لبان دكر ونقعيه في مية وسيبيه منقوع لغاية الصبح. المية بقى دي خدي منها بقطنة ومشي بالقطنة دي على دراعاتك، لو دراعاتك مترهلة قوي، اهو مية لبان الدكر دي كولاجين طبيعي بيشد الترهلات. عندك اي منطقة في جسمك مترهلة بتعمل احتكاكات، بتعمل تسلخات عليكي وعلى النشا، بتمنع الاحتكاك، بتمسك الجلد، غير انها كمان بتفتح. انت هنا مش بتعالجي السمنة بس، انت كمان بتعالجي الآثار اللي سابتها لك السمنة. والله العظيم الفرق في جسمك هتشوفيه بعد شهر بالنظام اللي انا بقوله لك ده، وعن شرط خديها كده ثقة مني، الكيلو اللي هتخسيه انت مش هترجعيه تاني. اما بقى صحتك وجسمك فانت هتكوني احسن بنسبة 80% في وقت قصير جدا، وانت اللي هتلاحظي الفرق بنفسك مش انا اللي هقولك. بس كده، دي كانت تجربتي البسيطة جدا واللي برضو فرقت في حياتي كتير، حاجات بعملها في يومي العادي ومن بيتي بس خلتني اوصل للي انا عاوزاكي تبدأي من النهاردة على طول، وانا كل يوم حرفيا هتلاقيني معاكي على المنتدى، مش هسيبك ابدا، هتشجعيني وهشجعك. بس كده، هو ده كان نهاية فيديو النهاردة. يا رب يكون عجبكم، يا رب يكون فاتكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد الاسبوع الجاي، وانتي اشجع واقوى ست في الدنيا كلها. ويلا سلام.